طب ما تقول لنا كده مستشارة على 6 مليون جنيه اللي خدهم المستشار احمد عاشور. بص، انا اتعبي تقيله لا اخفيك سرا، يعني ونظام مكتبي ما بحبش كثره القضايا. صحيح. انا مستعد اني احمل روحي على كفي في حق الدكتور اسامه بما يرضي الله، مهما كانت الحقيقه. اللي اتلطخت ايده بدم الدكتور اسامه يتحاسب عليه. في متهمين في القضيه، انا بقول لك في متهم رابع وخامس، وفندت للمحكمه الكلام ده. متهم رابع وخامس بالدليل يا فندم، مش بنقول كده قولا مرسلا. يعني الادله دي حضرتك قدمتها يا فندم، وتم ارفاقها في اوراق القضيه. يا فندم، انا اعلم ان الشهاده قد تصدق وقد تكذب، فسالتها سؤال. جميل. في كاميرات؟ قالت لي قلت الحمد لله، هو في دليل مش هنقدر نخليه يكذب ولا نلقنه ولا نقدر ندخل عليه اي شيء اخر. فين الكاميرات؟ خدتها المباحث. بين قوسين، اكثر الارقام اتصالا وتواصلا مع على هاتف المتغيب. امكن التوصل الى ان اخر تواجد للمتغيب رحمه الله عليه كان رفقه المتهم الاول وشاهد الاثبات العاشر، ومع حصر بياناتهم، وذلك في النطاق الجغرافي 11 شارع المماليك دائرة قسم الساحل، وهو العيادة الخاصة بالمتهم الأول. إخراج مخاطبة شركة الاتصالات لأرقامه الهاتفية، وإعطائنا سجل المكالمات الصادرة والواردة للهاتف المحمول رقم كذا من فترة 3/6 حتى 14. بس نرجع تاني ونقول ايه؟ ان يا باشا في جريمة زي كده ما ينفعش يبقى نيابة. بس يا مستشار مفيش حاجه في راي النيابه العامه لا، يعني الشك في اقواله بيعتبروه حسن. الشك احنا شكينا، يعني احنا والمتابعين وحضرتك وكل ما ما يهم الامر، لما نيجي نقرا كده اوراق القضيه المستشار بنشوف، فبنقول ليه النيابه ما عملتش. يمكن احنا بنبص بعينينا احنا، هم شايفين حاجه ثانيه. والله يمكن انا لما قريت الاوراق لقيت ان مشروع الايمان الاجرامي وقف على حد معين. لو افترضنا صحه الواقعه هو الخطف والسرقه ولم يتعدى ذلك. طب لكن احنا قدمنا صوره منه للمحكمه الموقته. طب هو وقعة الجواب دي حضرتك مش شايف ان هي غريبه شويه؟ ده غريبه جدا، يعني حتى الناس على السوشيال ميديا. بس ده دليل كتابي يعتبر. بالظبط، انا مع حضرتك، بس هي الفكره كلها هو ليه ما قالش الكلام ده في حاله النيابه كمتهم؟ يعني المفروض ان النيابه والله بص، نقدر نقول هل هو كان في حاله اكراه؟ هل في حاله ضغط؟ هو انا اعتذر عن الموضوع اكراه ده مستشار، انا معاك في النقطه. لا، انا هي الناس بتقول هو يا جماعه في اكراه في النيابه. مش في النيابه يا فندم. انا ممكن اهيئك تروح على النيابه مشحون تقول اللي انت عايزه، شيء غير الحقيقه. بمعنى يقول لك ده اتهم النيابه، ده اتهم المباحث. لا، مش انا برفع القبعه لجميع مؤسسات الدوله، شرطه ونيابه وقضاء عادل نزيه ويشهد له العالم بأسره، القضاء المصري الحمد لله. لكن أنا بوصف صحة الإجراء القانوني وفق العلم القانوني. قال إن أحمد فرج ما يعرفش صفحة 1 الصفحة الأولى، أيوة، سطر 10 و11، وأحمد فرج ما كانش يعرف كل التفاصيل ولا يعرف حاجة عن الواقعة. ده بتلك القالة أنت تنهار الركن المعنوي اللي هو أحد أركان الجريمة في حق أحمد فرج. طب احمد فرج مستشار ما شافش دكتور اسامه رحمه الله عليه وهو في حاله عياء شديده في شأن؟ لا يا فندم، شافه في شقه ابو وافيه، وقال له المتهم الاول ان اغمى عليه ويلا ننقله مستشفى او نوديه مركز الفتح. طبعا بس دي من اصعب القضايا، لان الحقيقه حتى هذه اللحظه لم نتبينها. حتى العاملين او يعني اللي ايديهم بالقضيه ما يعرفوش حقيقه الواقع. وده اكتر شيء شددني القضيه، ان انا عاوز اتبين الحقيقه لسه ما ظهرتش. ودي انا لو ارتحت في الحقيقه بغض النظر عن حكم الله عز وجل ونعم بالله. يعني انا بخلص مرافعتي هتلاقي ماسك سبحتي وشغال في عباده ربنا. اقول لهم ادعوا له هو يسال الان. انا عملت اللي عليا صحيح، لكن الحكم بيد الله عز وجل. استاذي اللي ترعرعت تحت ايده واتعلمت من تحت ايده، معالي النقيب، قال لي اوعى تقول دي قضيه براءه. فقلت له حتى وراء ينطق بالبراءه. قال لي انت اللي بتكتب الحكم. قلت له لا،
صحيح. قال لي خلاص يبقى ازاي تقول براءه؟ طب ما تقول لنا كده مستشاره على 6 مليون جنيه اللي خدهم المستشار احمد عاشور. بص انا اتعابي تقيله لا اخفيك سرا، يعني ونظام مكتبي ما بحبش كثره القضايا. صحيح. وليس العدد. بمعنى صحيح. ممكن اشتغل 1000 قضيه وممكن اشتغل قضيتين بال1000 قضيه. صحيح. لان صحيح. انا ببذل جهد، انا بعصر دماغي وبتاخد من اسرتي. انا باجي انام ممكن تلاقيني بفكر في القضيه، فكل ده انت ذهني. خلينا نكون متفقين ان الراي العام راي عنده وعي وعنده وعي. بس انا السؤال لغايه دلوقتي اللي بساله عليه انا يعني قلت المقدمه، هل تبين مع حقيقه الواقع؟ لغايه دلوقتي كلنا بيطلع علينا سين او صاد حتى هذه اللحظه اللي انت جالس معايا فيها قول لا صحه له. انا مستعد اني احمل روحي على كفي في حق الدكتور اسامه بما يرضي الله مهما كانت الحقيقه.